الناس فاكره ان العربيات الكهرباء بس للسيدان والاس يو في وما تنفعش عربيات البيك اب، بس الاف 150 لايتنينج من فورد كسرت القاعده. الاف 150 التقليديه بينزل منها اشكال وانواع كتير زي الرابتر، البلاتينيوم، الاكس ال، الاكس ال تي، كل نسخه ولها شخصيه مختلفه على حسب ادائك واستعمالك. عندك من العمليه البسيطه لحد الاداء الوحش المتخلف على الطريق. الرابتر مثلا معموله للطرق الجبليه والمكسره، والبلاتينيوم فيها جاي من اسمها الراحه والرفاهيه، والاكس ال للي عايز يركب باك اب بس معهوش كتمنص. نيجي بقى للاف 150 لايتنينج اللي كلامنا عليها النهارده. دي عربيه من فورد كهرباء بتطلع من 452 حصان لحد 580 حصان، وعزم دوران 1050 نيوتن متر، وتسارع الباخره دي من 0 ل 100 في حوالي 4 ثواني. وتخيل الرقم، مدى البطاريه بتاعها ممكن يوصلك لحد 580 كيلو لو ماشي على هادي كده وعاقل. ده مش بس كده، انت ممكن كمان توصلها بكهرباء البيت العموميه عن طريق حاجه اسمها البرو باور اون بورد، يعني باختصار ممكن تعملها معامله الباور بانك. لو عاوز تنوع في الاداء ونسخ كتير على حسب احتياجك فالاف 150 التقليديه هتبقى مناسبه ليك. اما انك لو عاوز تروح للتكنولوجيا والاداء والشكل الجديد فالبيك اب 150 لايتنينج هي الاختيار المناسب ليك. وتطلع بقى من فكره الكهرباء ان هي ما تنفعش للبيك اب دي. قول لي بقى لو قدامك الاختيار دلوقتي، هتروح للرابتر التقليديه وتطرب ودنك بصوت المواتير والحرق والتعفير الكتير، ولا هتروح لعالم الكهرباء واللايتنينج؟ بس كده، انا عمر عباري، سلام.